في العالم اللي بنعيش فيه المتلاعبين مش بيسيطروا بالقوة، بل بيسيطروا عليك عن طريق تغيير طريقة تفكيرك كلها واحدة واحدة بهدوء قاتل وبارد، من غير ما انت تحس من الأساس. يغيروا في طريقة كلامك وأفكارك، بيعدلوا في ردود أفعالك وحتى في تقبلك وحبك لكل شيء تقريبا. بيخلوك تشك في نفسك وفي صحتك العقلية لحد ما تبدأ تثق في آرائهم وتنسى انت مين أساسا. وساعتها وبعد كل ده محدش هيكون محتاج يضغط عليك لتقبل أي فكرة من أفكاره أو حتى التحكم فيك. انت أصلا بتكون جاهز ومهيأ لدوت. وده الجزء الثالث من 3 أساليب خفية بتستخدم في العلاقات. والأساليب اللي هنذكرها دي مش مجرد كلام على ورق، بل انت هتعرف 3 طرق سوداوية وحديثة للتلاعب، وبتستخدم في الحياة اليومية بين الأصدقاء أو ما يسمى بالأصدقاء أصلا، وحتى في العمل وفي كل مكان تقريبا. عشان كده عايزك تركز معايا. أول أسلوب معانا وهو الإيموشنال ديبت تراب، وده أسلوب مش بيبدأ بسيطرة، بل بيبدأ بخدمة صغيرة، خدمة بسيطة بس الضحية هيحس إنها مهمة وداعمة ليه ولمسته في وقت كان محتاج الخدمة دي جدا. المتلاعب بيفضل جنب الضحية وهو مكسور، ينصحه ويقف جنبه وهو تايه، ولكن ده مش عطاء، بل كل حاجة بيعملها بتكون محفوظة كويس جدا، والمتلاعب بيسجلها كأنها فواتير، واللي هيدفع تمنها هو الضحية في المستقبل. في الأول بيكون كسب ثقة الضحية وطلع في صورة الشخص المساعد اللي كل همه على مصلحة الضحية وإنه يبقى كويس. ودي أول حاجة عايزكم تنسوها تماما. مفيش أي حد في الدنيا دي كلها همه على مصلحتك. ولو انت ما عندكش خطة في حياتك وانت اللي ماسك بزمام الأمور في أسوأ الأحوال أو حتى في أفضلها، وفاكر إنه في شخص تاني هو اللي هيخطط لك ويساعدك عشان هو همه على مصلحتك، فأنت بتدمر حياتك وهيتم التلاعب بيك بمنتهى السهولة. الشخص اللي بيقف جنبك بدون مقابل وانت فاكر إنه جدع، حتى لو هو شخص ساذج ومش متلاعب ولا أي حاجة، فأول مشكلة بينك وبينه هيفكرك إزاي انت كنت ضعيف في موقف ما وإن هو اللي ساعدك. وفي الحقيقة المشكلة دي بتبدأ من الطفولة. الطفل من وهو في المدرسة الأهل بيفهموه إن الأستاذ اللي بيشرح ده زي والده، وإن الأستاذة دي زي والدته، وإنهم بيحبوه وهمهم على مصلحته، وإنه لازم يسمع الكلام، وإنه يقعد في مكانه وما يتحركش وما يتكلمش، وكل اللي عليه إنه يسمع الأوامر وينفذ. وده بيطلع شخصية مؤهلة إنه يتم التلاعب بيها بامتياز. شخصية أي حد قرأ كتاب واحد في علم النفس أو حتى علم النفس المظلم هيكون قادر إنه يدمرها ويلعب بيها. وعشان كده في القناة هنا أنا بعمل نظام يؤهلك من أول وجديد، مش مجرد فيديوهات. والفخ في الأسلوب ده إنه الضحية بيكون حاسس إنه مديون للمتلاعب، وده لأن دماغ الضحية تلقائيا بيخلق دين عاطفي. كتير من البشر الساذجين مبرمجين على رد الجميل، حد يديهم حاجة يحسوا إنهم لازم يرجعوها. والنوع ده من البشر بيكون ضحية سهلة جدا للنوع ده من التلاعب. وده عشان لما المتلاعب بيطلب حاجة صغيرة، خدمة، تنازل، سكوت، أو حتى ولاء، دماغ الضحية تقول ياه الشخص ده وقف جنبي في وقت أنا فعلا كنت محتاجه فيه، أنا لازم أرد الجميل. رغم أنه أصلا من البداية ممكن يكون اللي صنع المشكلة اللي الضحية وقع فيها هو المتلاعب نفسه، أو ممكن ما يكونش فيه مشكلة أساسا، بس المتلاعب هو اللي هيقله إنها موجودة وإن هو هيساعده فيها وفي حلها. وده بيحصل في كتير من الأوقات، ومن هنا السيطرة بتبدأ. المتلاعب هنا هيفضل يسحب من طاقة الضحية وتنازلات أكتر بكتير من اللي هو قدمها. وأنا بشوف إن الأسلوب ده من التلاعب زي بالظبط النصاب اللي أول مرة تديله فلوس ويقولك أنا هشغلها لك، وفعلا يديها لك الضعف، فأنت تثق فيه وتحط فلوسك معاه يشغلها لك تاني، ولكن المرة دي بكل اللي معاك، وهنا هو هيختفي. وعشان كده الطريقة دي خطيرة جدا، وأعمق حاجة فيها إن شكلها مش بيبان سيطرة، بل كل اللي فيها إنسان كويس وعايز يساعد. وعشان كده فكر 1000 مرة قبل ما تخلي حد يساعدك، لأنه مفيش أي حاجة في الدنيا دي بدون مقابل.
ولو المقابل مش ظاهر او واضح مش معناها انه مش موجود، بل هو موجود بس انت لسه ما تعرفش هيكون ايه. عشان كده حاول تخلي عندك اكتفاء ذاتي، لانه ببساطة مفيش حاجة في العالم ده كله بتكون مجانا. الاسلوب التاني معانا وهو الايدنتيتي فريمينج. الاسلوب من بره يبان مدح، ولكنه في الحقيقة بيكون برمجة، ولكن بطريقة غير مباشرة، طريقة خبيثة وبتستخدم كتير جدا. وعشان كده لازم تركز معايا، لانه بنسبة كبيرة ممكن تكون حصلت معاك بس انت ما خدتش بالك. والمتلاعب هنا بيحرك الضحية وبيشكل شخصيته، ولكن بشكل خبيث لأبعد الحدود. المتلاعب مش بيقول للضحية يعمل ايه، بل هو بيحاول يعيد برمجة الضحية عشان يحقق أهدافه هو. والضحية هنا مش بيحس بده خالص، لأنه بيتم على مراحل صغيرة. على سبيل المثال والتوضيح، المتلاعب اسمه عمر بيتنمر على الضحية واللي اسمه أحمد، وهما الاتنين قاعدين وسط مجموعة. فشخص من اللي قاعدين يقول لعمر خلاص عشان احمد ما يزعلش، فعمر هنا يقول لا خالص، احمد مش بيزعل من الهزار نهائي، ده راجل وجدع جدا وانا وهو دايما كده مع بعض. الموضوع يبان عادي صح، ولكن ده مش حقيقي، لانه هنا المتلاعب مش بيهزر بل هو بيتنمر. ودي اول حاجة. وتاني حاجة هو حط الضحية في قالب معين، انه مش بيزعل من الهزار، وده هيخلي الضحية فعلا يسكت وما ينفعلش او حتى يرد او يبان عليه الزعل، عشان بس المتلاعب قال عنه كده. وهنا هو هيخليه في كل مرة يتنمر عليه يفتكر اللي قاله ويقول لنفسه بس ده قال عني اني مش بزعل واني راجل. يعني المتلاعب هنا ربط رجولية او طفولية الضحية بردة فعله اتجاه تنمره، عشان يضمن انه عمره ما هيرد. وفي مثال تاني، لو الضحية بنت يقول لها انت مختلفة عن باقي البنات، انت بتسمعي كلامي ومش بتعملي اي حاجة انا مش بحبها. وهنا هو ربط ان البنت بتسمع كلامه بحبه ليها وانها كده مختلفة. جمل بتكون شكلها تقدير، وقال يعني المتلاعب يعرف الضحية كويس، بس جوه كل جملة من دول تقييد للضحية بصورة غير مباشرة. اول ما الضحية بيبلع الجملة بيحاول يعيش على قدها، هو مش عايز يخسر الصورة اللي المتلاعب رسمه فيها، مش عايز يقع من على العرش اللي هو اتحط عليه. المتلاعب هنا مش بيسيطر بالقوة، بل هو بيشكل الضحية من أول وجديد بالأفكار اللي هو عايزه يبقى عليها وبصورة غير مباشرة، وبعدين يخلي الضحية يسجن نفسه جواها. وده أخطر أنواع السيطرة، وبيتم استخدامه كتير جدا في العمل، وساعتها الضحية ممكن يشيل شغل أكتر في مقابل مديح ملهوش أي لازمة. وفي الحقيقة النوع ده من التلاعب بينفع أكتر حاجة مع الأشخاص اللي المدح أو الذم بيأثر عليهم. أنت لازم تكون عارف نفسك كويس، أنت أصلا مش محتاج حد يعرفك أنت مين، أنت وحش، أنت اللي متحكم في كل حاجة، عارف نفسك كويس جدا. وأي حاجة بتعدي الحدود أنت بترفضها. واحد صاحبك في الشغل لازم يروح وأنت تعمله شغله، دي مش مشكلتك، ارفض. وحتى لو اتقال انك مش جدع فألف داهية، مش مهم البشر يشوفوك ازاي، المهم انت شايف نفسك ازاي. ما تخليش حد يصنفك ويقول عليك راجل او مش راجل، جدع او مش جدع. كل دي صفات من الاساس ملهاش اي معنى ولا لازمة، وحتى لو ليها فهي تخصك انت وبس. اللي قدامك يخليه في نفسه، انت مش محتاج اي فاليديشن من اي حد، لانك لو خليت اللي قدامك هو اللي يتكلم عنك ويصنفك فانت هتفضل في سجن الضحية طول عمرك. الأسلوب الثالث معانا وهو فانتوم كونسنسس أو الإجماع الوهمي. الأسلوب ده بيستخدم كتير جدا في وقتنا الحالي، خصوصا في عصر السوشيال ميديا، وعشان كده عايزك تكون حذر وتركز معايا. المتلاعب في الأسلوب ده بيخلق إجماع وهمي حوالين فكرة معينة هو عايز يقنعك بيها، وبيخليك تحس إن كله موافق على الفكرة ديت، وإن كل الناس بتعمل بيها، وإنه عدم موافقتك عليها هو الحاجة الغريبة مش الفكرة نفسها اللي هو بيقترحها. وبيستخدم إحساس بسيط جدا إنك لوحدك،
انت لوحدك ضد الفكرة. اكيد قبل كده سمعت جملة ما هو كل الناس بتعمل كده، ده لوحده اجماع وهمي، لانه مفيش اي حاجة اسمها كل الناس بتعمل كده. ولكن حتى لو افترضنا ان ده صح رغم استحالته، فهل معنى ان كل الناس بتعمل كده يبقى انت كمان لازم تكون جزء من القطيع وتعمل نفس الحاجة؟ المتلاعب في الاسلوب ده ما بيجادلش، وهتلاقيه بيستخدم الكلمات دي بكثرة. الكل شايف كده، معظم الناس وافقت، او مفيش حد معترض غيرك. وقتها بتحس نفسك مش بتختلف مع شخص، انت بتختلف مع الناس كلها. ونفسيا البشر بيخافوا يكونوا مختلفين عن كل اللي حواليهم، وده بيفسر ليه كل الناس بتمشي ورا الموضة والترندات حتى لو كلهم بقوا شبه بعض. مش بس في شكل اللبس والهدوم، بل ده حتى في أسلوب الكلام، ودماغك بيربط اختلافك مع الناس كلها بالخطر. فعشان كده هتلاقي نفسك بقيت تتقبل الفكرة بسهولة وبتمشي مع التيار، مش لأنك مقتنع، لكن لأنك مش عايز تبقى لوحدك. والمتلاعب عارف ده كويس. كل اللي هو محتاجه عشان يقنعك بالفكرة هو بس خوفك من انك تكون من الأقلية. والإجماع الوهمي هنا ممكن يكون الدراسات العلمية، وده اللي احنا بنشوفه في وقتنا الحالي. فيديوهات كتير جدا من ناس ملهمش أي لازمة، بتلاقي الشخص فيها بيحاول يفهمك انه الدراسات العلمية هي اللي أثبتت وجهة النظر اللي هو بيتكلم فيها، وده كنوع من أنواع الإجماع الوهمي. وده على أساس انه طالما الدراسات العلمية اجتمعت على كده فانت المفروض تصدق. وكتير من الآراء لما بتيجي تجادل فيها، اللي قدامك بيحسسك انه نقاشك في حد ذاته ده حاجة غريبة، ولكن انت من حقك تشكك في اي فكرة وما تتقبلهاش. وده مش بس لو في متلاعب بيحاول يستخدم معاك الإجماع الوهمي، بل ده حتى لو انت في مجموعة وكله موافق على حاجة، لو انت مش مقتنع بيها ومش متقبل الفكرة ارفض. انك تكون من الأقلية افضل بكتير من انك تكون عايش وسط القطيع بدون تفكير، بتمشي مع التيار زي البشر الساذجين والمغيبين. انت حر تماما، واوعى تنسى دوت. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر، اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.